دايما تظلموني، مش عشان بحط المكرونه على الفراخ بالشكل ده تقولوا لي ان هي الوصفه الليبيه الشهيره. لا، ما هي دي مش الوصفه الليبيه الشهيره، دي وصفه تانية طعمها خطير. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، وهسميها فعلا حرفيا وصفه المستعجلين. وصفه حلوه جدا وهتنقل الطعم معانا بشويه تريكات وشويه اضافات بسيطه لحته تانية خالص. يلا بينا ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا ايه. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. في طاسه عندي تكون كبيره او ممكن تستخدمي حله، حطيت فيها شويه زيت وكمان مكعبين من الزبده وممكن سمنه، اي ماده دهنيه عندك هتنفع. حطيت بقى شويه توابل، وهنا انا بشوح التوابل الحلوه دي، وهكتب لكم التوابل الجميله اللي انا حطيتها دي تحت في الكومنتات علشان تبتدوا ان انتوا تحفظوها عندكم. حطيتها وابتديت ان انا اشوحها عشان تطلع الزيوت العطريه اللي فيها وتديني طعم اقوى في الوصفه بتاعتنا. هنا بقى نزلت بفرخه كنت مقطعاها 8، طبعا مش شرط فرخه كامله، ممكن تستخدمي وراك، ممكن تستخدمي صدور، زي ما انت حابه تقدري تعمليها. ابتديت بقى انزلها كده واسيبها علشان تتشوح معانا وتاخد لون كده من الجنب ده. وبعد ما تبتدي ان هي تاخد لون من الجنب ده ومن طعم التوابل، هبتدي ان انا اقلبها بالشكل ده على الناحيه التانية. بتكون بقى خدت لون معانا، بس طبعا بتكون لسه طبعا خالص ما استوتش معانا. هبتدي بقى دلوقتي اقلبها كده بالشكل ده. بس عايزه اقول لكم بقى بتبقى ريحتها حلوه جدا. تشويحه التوابل الجميله الخطيره اللي في الاول دي بتدي طعم وتيست عالي جدا للوصفه بتاعتنا. بعد كده هبتدي ان انا اسيبها كده تتشوح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل عليها بقى بشويه ملح وشويه فلفل وشويه كزبره ناشفه، طبعا ده غير التوابل اللي احنا حطيناها اللي هتلاقوها تحت. تنزلوا تحت تلاقوها في الكومنتات علشان تكتبوا لي تعليق كده حلو، وكمان تكتبوا لي دعوه حلوه، وكمان ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. يلا بقى اعملوا لي لايك وشير للفيديو. وبعد بقى ما ابتديت ان هي كده بتتشوح وابتديت ان انا اقلبها بالشكل ده، بتاخد بقى لون عايزه اقول لكم خطير. بصوا خدت لون حلو ازاي. الخطوه دي مهمه جدا عشان هتفرق معانا في الطعم واللون بتاع الفراخ نفسها. هحط بقى هنا عليها معلقتين كده كبار من صلصه الطماطم او معجون الطماطم. هنزل عليها حبايبي بكوبايه كبيره من الزبادي او الياغورت في بعض الدول العربيه زي ما بيقولوا، او الرايب زي ما بيقولوا. هنزل عليها كمان بشويه كده من البقدونس بالشكل ده. وعايزه اقول لكم شويه الاضافات دي هتديها طعم بجد حلو جدا، ما تستغنيش ان انت تحطي الاضافات دي. كمان بقى احط عليها من الاضافات الحلوه جدا اللي هتنقل الطعم في حته ثانيه، معلقتين صغيرين من النعناع المجفف. عايزه اقول لكم الوصفه بجد هتنقل الطعم، والنعناع ده هينقلها لحته ثانيه خالص. هنا بقى هبتدي ان انا كمان احط بصل يكون متحمر زي بصل الكشري كده. هبتدي ان انا احمره وانزله على الفراخ وعلى الوصفه بتاعتنا الجامده الخطيره دي. لحد هنا بقى الموضوع بصوا سهل وبسيط وحلو جدا، وبجد بجد يستاهل التجربه لان طعمها حلو، وفي نفس الوقت مش هتاخد منك الوصفه دي وقت كتير. هحط بقى عليها شويه كده من الميه السخنه واغطيها علشان تبتدي ان هي الفراخ تستوي معانا، وتبتدي ان هي تاخد كده من المرقه ويبقى طعمها حلو جدا. بصوا هقلب بقى كده وابتدي ان انا اغطيها واسيبها حوالي ربع ساعه على النار علشان تبتدي ان هي تستوي معانا. طبعا مش تستوي سوا كامل، لسه هتستوي لما هنحط كمان عليها بقيه الاضافات. هقلبها بقى بالشكل ده، وابتدت ان هي زي ما انتم شايفين تدخل كده في السوا واستوت. هنزل عليها بالمكرونه. وهنا المكرونه استخدمتها المقصوصه، تقدري تستخدمي اي نوع مكرونه لو انت حابه، بس عايزه اقول لكم المقصوصه بتبقى طعمها حلو قوي في الوصفه بتاعتنا وبتبقى سهله وبسيطه. ولما هنيجي هنا بقى هتقولوا لي دي الوصفه الليبيه الشهيره اللي هي المبكبكه، هقول لكم لا طبعا. انتوا شفتوا الاضافات وشفتوا الحاجات اللي احنا حطيناها، بجد اضافات حلوه جدا جدا هتخلي طعمها بجد خطير. هنا بقى ابتديت ان انا اغطيها بالشكل ده بالميه السخنه، ولازم الميه معايا تكون سخنه. بغطي كده المكرونه بالفراخ كده، وابتدي ان انا احطها على النار لمده 5 دقايق بس، اسيبها تغلي. وبعد كده ببتدي ان انا اوطي عليها، وادي بقى شكلها بعد بقى ما استوت معانا. بجد الريحه كانت بصوا خطيره 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 خطيره. المكرونه كده ما تعرفوش هي مكرونه يعني متحمره ولا مكرونه بالصلصه ولا، والنعناع مديها طعم مع الزبادي، مدي طراوه حلوه جدا للفراخ. صوص يعني بصوا خطير، الصوص بتاع المكرونه نفسها كده تحفه تحفه بجد والله. اكله حلوه قوي وسهله جدا جدا زي ما انتم شايفين. تقدروا تعملوها وتجربوها وانتم مستعجلين، لو الولاد جايين من المدرسه وعايزين ياكلوا بسرعه بسرعه تقدروا تعملوها. اكله سهله وبسيطه وسريعه وكمان حلوه جدا، ومش هتقفي في المطبخ كتير. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.